ده ناروتو بشعر اصفر ليموني عيل مشاكس ودماغه جنوني عايش في قرية تسمى بقرية الورق، او كونها بيحب انه يعمل كل شوية بضعه مشاكل، وفي كل مرة بيعمل فيها مشكلة بيوصل خبره للهوكاجي ولكنه ما كانش بيعملوا اي حاجة. والهوكاجي ده هو لقب يطلق على زعيم القرية وبيكون اقوى شخص فيها، واللي منهم الهوكاجي الرابع واللي قدر يختم الثعلب عن طريق التضحية بحياته. وناروتو بقى حلمه انه يصبح الهوكاجي في يوم من الايام. يا شيخ اتنيل، هو انت حد بيبصلك اساسا؟ ده انت حتى كل الناس بتكرهك. ما هو بقى عشان كده عايز يثبت قوته للناس ويخليهم يعترفوا بيه. المهم الواد بعديه بيتمسك من المعلم بتاعه اللي اسمه ايروكا، بيهزقه قدام زمايله، وبعدها بيخليه ينظف المقالب اللي هو عملها ناروتو. بعدها بياخد اختبار التخرج ولكنه بيفشل فيه بسبب انه ضعيف في احد التقنيات. ناروتو زعل جدا، شايف زمايله كلهم نجحوا في الاختبار الا هو بس اللي فشل فيه، وغير كده كمان فكل اهالي الاطفال بيقولوا لهم يبعدوا عنه، وده لان الثعلب اللي يدعى بالكيوبي مختوم جواه. ساعتها الواد بيجي له احد المدرسين واللي بيقعد يتكلم معاه وبيقول انا هقول لك على سر خطير يا بني. بيقول له على لفيفه سريه ولو خدها وتعالى التقنيه اللي جواه فساعتها يقدر يتخرج. هو كمان الواد سرقها فعلا، لكن دي مش لفيفه عاديه، سريه كانت مختومه من الهوكاجي السابق والتقنيات اللي فيها خطيره جدا. الهوكاجي ساعتها بيمر بالعثور عليها واستعادوا اللفيفه. معلمه ايروكا بيلاقي بيكون قاعد يتدرب على تقنيه من اللفيفه يعتبر شبه اتقانها، وفي تلك اللحظه بيجي لهم هجوم مفاجئ والمعلم بيحمي ناروتو. واتضح ان هو ده نفس المعلم اللي قال ناروتو على مكان اللفيفه، وده عشان يسرقها منه وبعدين ياخدها لنفسه. ايروما بيحاول يحذره منه ولكن ناروتو مش عارف يصدق مين ولا مين لاعب في دماغه. بيقول له ان في قانون في آلة بيمنع اي حد ان يقول لك ان الكيوبي مختوم جواك، وايروما حقد عليك بسبب ان الكيوبي قتل ابوه، عشان كده مش عايزك تتعلم التقنيات اللي في لفيفه. ناروتو ساعات انصدم، فهم سبب كره القرية كلها ليه بيهجم عليه، ولكن يوروكا بينقذه، بيعتذر منه وبيعيط وبيقول له انا اسف يا ناروتو، فانت كنت بتشعر بالوحده طوال الوقت ده وانا ما قدرتش اعمل لك اي حاجه، ولو كنت بذلت جهد اكتر ما كانش زمان شعرت بشعور الحزن والوحده. دي المدرس الثاني بيحاول يخدعه، لكن ناروتو ساعتها بيهرب بيستخبى وبيسمع هما بيتكلموا، والمدرس الثاني شغال يهين في ناروتو، لكن ايروما ساعتها بيدافع عنه، اعترف بيه وبيقول ناروتو هو واحد من افضل تلاميذي، هو مستحيل يكون الكيوبي. لا، ناروتو ساعتها تاثر بكلامه وبيعيط. المدرس لسه يخلص على قايمه، ولكن ناروتو بيتدخل في اخر لحظه بيقول له اقتل مسيم وها اللي هقتلك قال له طفل زيك هيقدر يعمل ايه؟ يعني ده انت عيل بشخ الا ده، انا ضر اقتلك بصباع رجلي الصغير. ناروتو قال له بقى تشوفك كده تحاول روح امك بيستخدم تأنيه تدعب نسخ الظلال اللي اتعلمها من اللفايفه، وهي دي التأنيه بيصنع عدد كبير جدا من النسخ وبيقدر بسهوله يخلص عليه. ايروما ساعتها بينادي لله بيقول له تعالى خد اما اديك حاجه كده، ده بيديله حمايه الراسي واللي بتدل ان الشخص ده اصبح نينجا بالفعل. بيقول له مبروك عليك التخرج يا حبيبي. وفي اليوم اللي بعديه ناروتو بيروح للهوكاجي واللي بيعلنوا كنينجا برتبه الجنين واللي هي اقل رتبه، بيروح بعديها عشان يحضر اول يوم في مرحلته الجديده. بتوصل بنت تدعى ساكورا، وشكل كده ناروتو بيحبها لكنها مش معبره بربع جنيه ابدا، ومعجبه بواحد ان يدعى ساسكي واللي كان يعتبر هو الناجي الوحيد من عشيره الاوتشيه. وشكل كده الواد دوت وراه قصه كبير. المدرس بيجي بيقسموا الفرق بعدها، وناروتو بيكون مع كل من ساكورا والواد ساسكي بيجتمعوا بالمدرس بتاع فريقهم بعدها واللي اسمه كاكاشي. كل واحد منهم بيعرف عن نفسه وبيقول عن احلامه وطموحاته واهدافه وغيره وغيره. ساسكي هو كمان بيعرف عن نفسه بيقول لهم هدف هو قتل الشخص اللي قتل عشيرتي والانتقام منه. كاكاشي بيقول لهم جهزوا نفسكم عشان عندنا اختبار بكره، وبالمناسبه في العاده بينجح 3 فرق بس من اصل 9 كل سن، وده معناه ان الاختبار هيكون صعب جدا، واللي هيفشل في الاختبار ده هيفشل كنينجا وهيرجع اني للاكاديميه. العيال انصدم، وفي اليوم اللي بعديه بيجي لهم كاكشي وبيقول لهم الاختبار كتالي، كل اللي المفروض تعملوه هو ان كل واحد يسرق الجرس مني قبل ما المنبه يرن. بس كده يا عم، هو بالمناسبه مفيش غير جراسين بس، وده معناه ان في واحد هيفشل في الاختبار اللي لحاله وساعتها يتربط في جذع الشجره ده وملهوش فطار النهارده. والاسوأ من ده كله انه هيرجع تاني للاكاديميه. نارت تتعصب وهجم عليه، ولكنه في لحظه بيعكس هجومه عليه وبيقول انت مين يا عم الحاج اللي خليك تجبرنا نعمل حاجه زي كده؟ ساسكي بيجم عليه ولكنه بيوقعه في ثواني. بيقول لهم هو انتوا حمير ولا ايه لحد دلوقتي؟ هو انتم ما فهمتوش احنا ليه حاطين في جامعات جواب الاختبار ده يا اعزائي؟ كان العمل الجماعي لو اشتغلتم مع بعض كان زمانكم اخدتوا الجرس من زمان، والسبب ان في جرسين 2 بس بيوضح لكل واحد اخطاء وبعدها بيوريه حاجه وبيقول لهمش الاسامي المكتوبه هنا. دول كلهم ناس ضحوا بحياتهم وهم بيدوا المهام بتاعتهم، واسمه عز صديق عندي موجود هنا. برضه الكل ساعتها أدرك مدى خطوره الحاجة اللي هم بيعملوا. وضح لهم الكلام ده عشان يتخلوا عن أنانيته لمصلحة الفريق. بيقول لهم أنا هديلكم فرص ثانية للمحاولة، كل واحد فيكم ياكل أكله
واياكم تدروا الواد ناروتو لانه خالف القواعد بيسيبه ويمشي. وساعتها ساسكي بيشارك اكله مع ناروتو. الله على اخلاقك يا عم. ساسكي بيقول لهم انا مش حاسس بوجوده حوالينا دلوقتي. ساكورا فعلا بتاكله في اللحظه. بيطلع لهم كاكاشي يا حلاوه كان مستخبي لهم طول الوقت. بيقول لهم انتم مستعدين تدفعوا ثمن عصان الاوامر مش كده؟ قالوا لي يا عم هو مش انت اللي قلت احنا فريق ولازم نساعد بعض؟ احنا مش هتخلى عن واحد مننا. كاشي قال لهم برافو عليكم انتوا كده نجحتوا في الاختبار ودي اول مره في مسيرته حد ينجح. بيقول لهم اللي بيعصي الاوامر فهو يعتبر حسال، لكن اللي بيتخلى عن اصدقاء فده يعتبر اسوأ من الحساله. بيبدا بعديها في تنفيذ مهام بسيطه زي انهم يمسكوا اوتو وحاجات شكل كده. اوتو مين يا عم الحاج؟ دول المفروض نينجا يعني. وبنعرف ساعتها ان المهام تقسم ل4 درجات، واللي بتبدا من الاي وبتنتهي بالدي، واللي هي اضعف رتبه. وكل ما بتزداد قوه الفريق ورتبته كل ما بيقدر ياخد مهام بمستوى صعوبه اعلى. ناروتو طبعا ضايق وبيقول لهم هو انتم بتستغلوا ولا ايه؟ هي دي تعتبر مهام؟ برده نفس كلامي. مين يا عم الحاج؟ انا عايز مهمه. الهوكاجي قال له ماشي يا عم ولا تزعل نفسك. بيديله مهمه من الرتبسي واللي هي مرافق هذا الرجل العجوز وحمايته لحد ما يوصل للقريه بتاعته. وبالفعل بيشدوا الرحال وينطلقوا في مهمتهم. واثناء الرحله بنعرف العالم ده انه يعتبر هو القوه العسكريه الاساسيه، واللي بيكونوا موجودين في القرى المخفيه في كل دوله زي قريه الورق المخفيه كده، واللي منها ناروتو والجماعه واصحابه. فقريه الورق تابعوا لدول النار، وفي غيرها 4 دول ثانيين واللي بيعرفوا جميعا بالدول ال5 العظمى زي القارات ال7 العظمى اللي عندنا كده. واللي بيحكم كل قرية مخفي من القرى ال5 ويطلع عليه اللقب الكاجي زي يعني الهوكاجي كده بالظبط. وأثناء مسيرهم بيطلع لهم 2 من النينجا من العدم وبيجوم على كاكاشي وبيقطعوا. هي نهار أبيض يا جدع، ده إيه اللي بيحصل؟ ده بيهجم على ناروتو، ولكن سيسكي بيسل أسلحه بتاعته بيهجم عليهم هما الاتنين، لكن سرعه ما بيهجم على الراجل العجوز. كل من سكر وسيسكي بيحاولوا يحموه، ولكن ساعتها بيظللهم كاكاشي وبيخلص عليه. اتضح إنه ما حصلوش أي حاجة، وإنه استخدم تقنيه الاستبدال في آخر لحظة. هو أصلا كان عارف بوجودهم من زمان ولكنه مرضاش يتدخل، فهو يقدر يقتلهم في ثواني معدودة، ولكنه قرر إنه يستنى عشان يشوف هم هيستهلك جو. أنت ما قلتلناش إن في نينجا بيستهدف، فلو كان كده فده هيرفع من صعوبة المهم. رتبوا بساكورا إنهم يلغوا المهمة ويرجعوا للقرية، وده لأنها مش تواه. وغير كده لفى ناروتو انجرح من القتال السابق وسلاحه الجماعة دول فيها سم، لكن ناروتو بيرفض التراجع. بيقطع إيده عشان يطلع السم منها بنفسه. بيجدد من عزيمته، بيقول أنا مش هخلي ساسكي يتفوق عليا مرة ثانية. أنا مش هخاف قوي، هحاول أهرب مرة ثانية. أيوة يا رديني كمان وكمان في الحماسه. أيوة كده، أمال هو ده الكلام يا أبو شار؟ لموني كاكشي. بعدها بيشوف إيده ولكنه بيلاقي الجرح كانت شافه بالفعل. دي قدره الكيوبي يا جماعه. أم هل يا ترى ناروتو عارف القدر اللي عنده دي؟ هل يا ترى أي حد من صحابه كمان عارفين إنه عنده القدر دي؟ بيكملوا رحلتهم، وساعتها الراجل بيقول لهم على الشخص اللي بيستهدفه واللي كان تاجر يدعى جواتو وصاحب أكبر شركات الشحن عبر المحيط. والسبب استهدافه ليه إنه بيبني جسر يوصل بين دوله الموج والدول التانية، وده طبعا هيأثر على شركه جواتو، وعشان كده بيقرر إنه يتخلص منه. بيكملوا في طريقهم، ولكن سرعان ما بيجي لهم هجوم ثاني، لكن ده مش نينجا منخفض المستوى زي اللي هجموا عليهم في الأول. لا، ده واحد خطير جدا مجرم هارب من العدالة يدعى البوزو كاكاشي. بيقول كده مش نافع، بيكشف عينيه الثانية واللي كان شكلها غريب جدا. ساسكي انصدم، بيقول لهم العين دي اتدعب بالشارنجان، وهي واحدة من الصفات الوراثية اللي بتظهر في العين واللي بتخلي مستخدمها يقدر يشوف أغلب الهجمات وتتبعها بسهولة. ومش كده وبس، ده ليها عد قدرات كتير وتانية، ومن أهمها هو نسخ تقنيات الغير. بيقول في نفسه بس الشارنجان صفوة وراثية في عيله الأوشيها، بس هو إيه اللي جابها الكاكاشي الضباب؟ بيبنى المكان والراجل بيختفي، وسرعان ما بيظهر وسط العيال وبيقول له الموضوع انتهى. لكن كاكاشي بيهجم عليه وبيقدر يطعنه، بس ده كان مجرد نسخه ما ايه. الحقيقي بيهجم عليه وبيقطع لكنه بيطلع برد، هو كمان نسخه ما ايه. الراجل مش صدق، فكاكاشي بالفعل نسخ تقنيته بمجرد ما شافها مرة وحده بس يا ابن اللعيب وبيثبته، ولكنه برد كان نسخه وبيطلع من وراه وبيهجم عليه. كاكاشي بيفدي هجومه ولكنه بيهجم عليه تاني وبيقدر يطيره. كاكاشي بيقع في المية، ولكن سرعان ما تاني بيجي وبيستخدم أحد تقنياته عشان يحبسه في قفص مائي بيطلع نسخه ثانية، واللي بتهاجم على ناروتو ويطيروا كاكاشي بيقول لهم اهربوا بسرعة. لكن ساسكي أدرك إن ده مستحيل، فحتى لو قدروا يهربوا فسبوزو هيلاقيه بسهولة، وساعتها هتكون النهائية. فعلا الحل الوحيد دلوقتي هو إنهم ينقذوا كاكاشي منه. ساسكي بيهجم عليه، ولكن أنت بتعمل إيه؟ بس سيكو يرميه بعيد رايح عند ناروتو، واللي كان خايف ومش قادر يتحرك بيحاول يهرب منه، ولكن صار عما بيفتكر الوعد اللي قطعه على نفسه إنه مش هيخاف مرة ثانية.
بيلاقي زابوز دايس على حمله الراس بتاعته، بيفتكر حلمه للوصول لمنصب الهوكاجي وبيقوم. مرة تانية بيهجم عليه، ولكن زابوز في ثواني بيطير، لكن الواد قدر يستعيد حاميه. الراس بتاعته بيلبسها وبيقول له إياك تستهين بيا يا قال ده، أنا اللي هتفوق على الجميع وهوصل لمرتبه. الهوكاجي بينادي لساسكي بيقول له أنا عندي خطه بيستعدوا للهجوم عليه، ولكنه بيقول لهم أنتم مش فاهمين أي حاجة. وبنعرف ساعتها إن في اختبار التخرج بتاع أوريا الضباب قديما كان لازم التلاميذ يقتلوا بعض عشان ينجحوا، ولكن الاختبار ده اتغير بعد ما حصلت كارثة قبل 10 سنين، وده لما طالب واحد بس قدروا إنه يقتل 100 تلميذ تاني. يا نهار أبيض، ده شيطان بحقه حقيقي. وبالفعل أطلق عليه لقب الشيطان، والشخص ده كان هو زابوزة. سحقا يا جماعه بيهجم على ساسكي وبيوقع بيديله وحده، بيلزق في الأرض لسه يخلص عليه، ولكن نارتو بنسخ الظل بيمنعه. لكن ده زايد بتعمل إيه؟ بس ساعه برمي على ساسكي أحد الأسلحة، واللي كانت شريكه عملاقه ساسكي بيجم عليه وبيسد في الجسم الأساسي، ولكن ده بيمسك بسهوله. بس ده كان رامي عليه وحده تاني مخفيه، ولكن زابوز بيفاديها. ساعتها ساسكي بيبتسم. هل عملت إيه يا خلبوص؟ ده بيطلع ناروتو متحول على شكلها وبيهجم عليه زابوز. اضطر إنه يفك السجن عشان يتفاداها، ولكن الخوت بتدمر وبينصب برضه لسه يهجم على ناروتو، ولكن كاكشي بيوقفه وبيقول لهم برافو عليكم، كانت خطه عبقريه. فالوقت اتحول على شكل الشوريكن وخلى نسخته تخبيه، وبعدها خلى نسخته ترميه لساسكي، واللي فهم الخطه على طول. الاتنين دول على الرغم من الخلافات بينهم إلا إن عملهم الجماعي لا يقهر. بيستمر القتال بين زابوز وكاكاشي. كان قارئ كل تحركاته باستخدام الشارين، كانوا بيهجم عليه بنفس هجومه. الهجمتين بيقوا بعض وزابوز مش مصدق اللي بيحصل في اللحظة دي. كان في شخص غريب بيراقب من بعيد. زابوزا بيلاحظ إن كاكاشي بيقلد كل تحركاته بالملي ده، حتى كمان بيقدر إنه يقرأ أفكاره. ومش كده وبس، ده بيستخدم الجوتسو اللي كان ناوي يستخدمه قبله، وبهجم كاسح سريع بيطيره هو وكل حاجه حواليه، وبعدها بيجم عليه بسكاكين بيقول له المعركة خلاص انتهت. وفي تلك اللحظة الشخص الغريب بيتدخل وبيقتله كاكشي. أول ما شاف قناعه أدرك إنه من صائد آرية الضباب، واتضح إنه كان في صفهم، لأن زبوز هو مجرم خائن للآرية. الضبابي بياخد جسم زبوز وبيسيبه ويمشي. الأمور بدأت ترجع لوضعها الطبيعي ثاني. لكن هل كده خلص الموضوع؟ وكده يكون خلص الجزء الأول من أنمي ناروتو. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك، وسلام.